العلاقات في سنة 2025. حين تعلم القلب كيف ينكسر بصمت في سنة 2025، لم تعد العلاقات جراحا مفتوحة فقط، بل صارت نزيفا بطيئا لا يرى. لم نعد نصرخ حين نتألم، بل تعلمنا كيف نبتسم والسكين في صدورنا. كان الحب موجودا، نعم، لكنه كان مريضا، يرتجف، يطلب الرحمة ولا يجدها. كانت هذه السنة ثقيلة على الأرواح، كأنها جاءت لتختبر كم انكسارا يستطيع القلب أن يحتمل قبل أن يصمت إلى الأبد. الحب جثة دافئة في 2025. الحب لم يمت فجأة، بل مات بالتدريج، مات بالإهمال، مات بالتأجيل، مات حين صار خيارا ثانيا. صار الحب جثة دافئة ما زالت تشبه الحياة، لكنها لا تتنفس. كلمات تقال بلا إحساس، ووعود تمنح بلا نية، وقلوب تستعمل ثم تترك كأنها لم تكن. أحبوا الناس، نعم، لكنهم أحبوا وهم مستعدون للرحيل في أي لحظة. لم يعد أحد يغامر بقلبه كاملا، لأن الخسارة في هذه السنة كانت مضمونة. الخيانة طقس اعتيادي في 2025. الخيانة لم تعد صدمة، بل عادة. لم تعد تحتاج جسدا، بل رسالة، نظرة، مقارنة صامتة. الخيانة كانت تحدث وأنت حاضر، وأنت تحب، وأنت تثق. كانت الخيانة في هذه السنة باردة، بلا شعور بالذنب. كثيرون خانوا ثم ناموا بسلام، بينما الطرف الآخر ظل مستيقظا يحصي أخطاءه ويسأل نفسه: أين قصرت؟ ولماذا لم أكن كافيا؟ العلاقات مقابر مفتوحة. العلاقات في 2025 لم تكن ملاذا، بل كانت ساحات إعدام بطيء. علاقات تبنى على الحاجة لا الحب، وعلى الخوف لا الاختيار. شخص يتمسك لأن الوحدة تقتله، وآخر يبقى لأنه يستمتع بأن يكون منتظرا. كم قلبا دفن وهو ما زال ينبض. كم إنسانا عاش مع شخص لكنه مات داخليا كل يوم. قصص الحب الجديدة مشوهة منذ الولادة. حتى قصص الحب الجديدة في 2025 كانت مشوهة، تبدأ وهي تحمل نهايتها. لا أحد يقول سأبقى، بل الكل يقول إن لم يناسبني سأرحل. صار الحب عقدا مؤقتا لا عهدا. صار اللقاء تجربة لا مصيرا. حتى الضحكة كانت حذرة، حتى الشوق كان يخاف أن يفهم ضعفا. العلاقات السامة حين يتحول الحب إلى تعذيب. في هذه السنة كثيرون لم يكونوا في علاقات، بل في سجون. يحبون ويعاقبون، يعتذرون حتى عن ألمهم، يتنازلون حتى عن كرامتهم. شخص يكسر وشخص يكسر، وكان يقال لهذا كله حب. الصمت اللغة الرسمية للعلاقات في 2025. الصمت كان أبلغ من الكلام. صمت بعد خيانة، صمت بعد إهمال، صمت بعد آخر محاولة إنقاذ. الناس لم يعودوا يتواجهون، بل ينسحبون، يتركون الآخر يتآكل وحده، بلا تفسير، بلا وداع. الوحدة قسوة أقل في النهاية. اختار كثيرون الوحدة، ليست لأنهم أقوياء، بل لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل خيانة جديدة. الوحدة في 2025 كانت موجعة، لكنها على الأقل صادقة. أن تكون وحدك أهون من أن تكون مع شخص يجعلك تشك في قيمتك كل يوم. الخاتمة: سنة علمتنا كيف نطفئ قلوبنا. 2025 لم تكن سنة حب، كانت سنة بقاء. علمتنا كيف نحب دون أمان، نثق دون ضمان، ونرحل دون وداع. علمتنا أن أقسى الخيانات ليست التي تكتشف، بل تلك التي نشعر بها ولا نستطيع إثباتها. وفي نهاية هذه السنة لم نخرج أقوى، خرجنا أهدأ، أبرد، وأكثر شكا في كل شيء، حتى في أنفسنا. ومع ذلك ما زال في القلب نبض خافت، ليس أملا، بل عادة قديمة اسمها الحب، ترفض أن تموت حتى في أحلك السنوات.